وساعتها شفت روح الموت، كانت زي دخان أسود شبه دخان الحريقة. وبعدين جه ياخدني وشفته هو بياخد روحي، وشفت روحي وهي بتطلع، وكنت رايحة جهنم. أنا متأكدة 1,000,000%. وفي اللحظة دي أمي ركعت وبدأت تدعي ربنا وتطلب الرحمة، لأن الشيطان كان هياخد روحي هناك. وأمي كانت سامعة الكلام ده، وأمي مسيحية صح؟ فأمي كانت عارفة إن في معركة روحية هناك، وبدأت تصلي، وأنا عارفة إني عايشة بسبب صلوات أمي. أنا بشتغل كتير وبتعب جامد حرفياً عشان في يوم يكون عندي كنيستي وأكسب نفوس كتير ليسوع. كل الخطاة اللي بيعتبروا نفسهم خطاة واللي عارفين إنهم عمرهم ما يبطلوا يخطئوا، حتى لو مش عايزين يخطئوا هيخطئوا بالكلمة أو بالفكر أو في التصرف. كنيستي هتكون أساساً لكل الناس اللي المتدينين حكموا عليهم بالنار. أنا بالفعل خرجت من الكنيسة، بطلت أبقى مؤمنة لأنهم بيحكموا على المثليين. أسهل للمثلي إنه يخلص أكتر من المؤمن اللي لسانه طويل. لسان المؤمن وحش شرير وبيحب النميمة. يا إخوات، عمركم فكرتوا في اللي بيدور في دماغ واحد حس بجهنم عن قرب واختبر معجزة من ربنا العلم مش قادر يفسرها، بس النهاردة عايز يعمل كنيسته الخاصة بس لمجرد إنه متضايق من شوية حقائق في الكتاب المقدس؟ أيوة، النهاردة هنتكلم عن أندريا سوراكي، بس من غير ما نهاجمها بالكلام زي ما كتير من المسيحيين بيعملوا، وهنحاول نفهم إيه اللي بيحصل لما حد يقسي قلبه. يعني الفيديو ده مش عنها بس، ده عننا كلنا اللي ماشيين في طريقنا مع الرب. أنا القس أنطوني جونيور، والنهاردة كنت بفكر يا أخواتي في حاجة قليل قوي اللي بياخد باله منها. تعرف إن أكبر خطر على روحنا مش هو الخطية اللي بتحارب كل يوم عشان ما تقعش فيه، لكن الخطر الحقيقي هو لما تبدأ تتعامل مع الخطية دي كأنه حاجة عادية ومقبولة لمجرد إنك مش قادر تغلبه. وساعتها تبدأ تخلق في دماغك صورة عن ربنا، مش هو ربنا اللي في الكتاب المقدس، لكن ربنا اللي موجود بس عشان يحقق رغباتك. واللي أندريا سوراكي بتقوله على الإنترنت مش بس عشان تثير الجدل أو تجمع لايكات. إحنا بنلاحظ إن ده علامة واضحة على شخص اتصاب بالإحباط من الوسط الديني واتعب من نفاق كتير من اللي بيقولوا على نفسهم مسيحيين، بس في نفس الوقت مثالها بيعتبر تحذير عن إزاي ضميرنا ممكن يبقى قاسي. وأنا هشرح لك الموضوع ده أكتر قدام شوي. وعشان نفهم اللي بيحصل دلوقتي محتاجك تعرف قصتها، لأن ناس كتير بس بتشوف اللي بتنشره دلوقتي ومش فاهمين قد إيه الرحمة اللي هي رفضتها. أندريسا اللي شفناها النهاردة ما ظهرتش من فراغ، هي بقت مشهورة وهي بتدور على مجد الدنيا دي بطريقة فيها يأس شوية، فاهم؟ هي شاركت في مسابقات وتتوجت في جوائز جمال ودخلت برامج الواقع وبقت مشهورة جدا في كل البرازيل. هي بنفسها قالت إنها كانت بتعمل أي حاجة عشان تلفت الانتباه ولو لدقيقة، يعني حياتها كانت مبنية على إنها تكون مركز الانتباه مهما كان الثمن، لدرجة إنها حتى استخدمت علاقتها العاطفية المزعومة مع اللاعب كريستيانو رونالدو بس عشان تظهر في الإعلام. وأنا كنت عايزة الشهرة، صح؟ كنت عايزة الشهرة، فحتى الفضيحة معاه كانت بالنسبة لي قمة الشهرة، يعني أجري كان هيزيد 3 أضعاف. بس السعي ده للكمال في الجسم ورضا الناس كان هيفقدها حياتها تقريبا. في 2014 هي استخدمت منتج اسمه هيدروتشيل في رجليها، والحكاية دي بقت كابوس. جسمها بدأ يتعفن من جوه، وصور الوقت ده كانت تقلب المعدة. هي دخلت العناية المركزة بسبب عدوى عامة اللي الدكاترة بيسموها الأنتان، وجسمها كان بيموت. وهناك على السرير البارد في المستشفى عاشت حاجة غيرت حياتها على الأقل لفترة. هي حكت لكل الناس إن حست روحها بتطلع من جسمها، وقالت إنها شافت مكان مظلم، مكان رعب، وهي عرفت إنه ده كان الجحيم. هي حست وقتها بثقل الإدانة وشافت إن ما بقاش فيه وقت، لكن وهي هناك على الحدود بين الموت والحياة كان في حرب روحية شغالة. أمها كانت راكعة على ركبها في أرض المستشفى، وكان في ناس من كنيسة يونيفرسال ومؤمنين من كل مكان بيدعوا عشان حياتها. وربنا اللي مليان رحمة سمع الصلوات واداها فرصة تانية. خرجت من هناك كمعجزة الأطباء ما عرفوش يفسروها. دلوقتي فكر معايا، هي اتعممت، غيرت شكلها، ونزلت كتاب بتحكي فيه ازاي ماتت عشان تعيش،
وللسنين كانت مثال للتحول، بس مع الوقت ابتدينا نشوف تغيير في قلبها، وكل حاجة بدأت بخناقة مع الكنيسة بسبب التبرعات. هي قالت إنها تعرضت للتلاعب عشان تتبرع بأكتر من 2 مليون ريال برازيلي لكنيسة يونيفرسال، وده شمل فلوس، تحويلات بنكية، عربيات، مجوهرات وحاجات تانية. وفي الآخر المحكمة ما قبلتش طلبها وخسرت القضية، واعتبروا إن التبرعات كانت بإرادتها. لكن المشكلة الأكبر كانت بذرة الغضب اللي زرعت جوه قلبها، وبتقول إن ده كان من الأسباب اللي خلتها تقرر ترجع تعيش حياة في المعصية. بس دلوقتي هي مش شايفة ده كخطيئة. يا إخواتي، الكتاب المقدس بينبهنا إيه اللي بيحصل للي يعرفوا الحقيقة وفي يوم يقرروا يديروا ظهرهم ليها. بصوا معايا على اللي كلمة ربنا بتقوله في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثاني من الآية 20 للآية 22. بتقول كده: لما الناس بيهربوا من فساد العالم عن طريق معرفتهم بسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، وبعد كده يرجعوا يتورطوا ويتسجنوا تاني في الخطية، بينتهوا في حالة أسوأ من اللي كانوا فيها في الأول. كان أحسن ليهم ما يعرفوش طريق البر من الأساس، بدل ما يعرفوه ويرجعوا يسيبوا الوصية المقدسة اللي تعلموها. هما كده بيأكدوا صحة المثل اللي بيقول الكلب بيرجع لقيئه تاني، والخنزيرة اللي اتغسلت بترجع تتدحرج في الطين. شوفوا كده يا إخواتي، شوفوا التعبير القوي ده في الكتاب المقدس، مش كده؟ بينتهوا في حالة أسوأ من اللي بدأوا بيها. وده بالظبط اللي احنا شايفينه. هي مش بس رجعت للغلط، دي رجعت وهي عندها إحساس بالغضب والتمرد. هي عملت العملية دي علشان تقسم لسانها نصين علشان يبقى زي الحية، وقالت إن الهدف هو الصدمة وإنها تتحدى المؤمنين المتدينين، وكمان رجعت تشتغل في المحتوى الخاص بالكبار. بس المرة دي هي كسرت كل الحدود الأخلاقية اللي احنا نعرفها، بقت تستخدم ابنها نفسه كمصور وكجزء من الفريق اللي بينتج الفيديوهات دي، ووصلت إنها قالت إن ابنها محترف جدا ومش شايفة أي مشكلة في كده. وكمان أعلنت إنها سجلت فيديو مع ابنها اللي عنده 20 سنة، وده كان بناء على طلب بعض المشتركين بتوعها. وسواء ده كان حقيقي ولا لأ، ده بيورينا قد إيه الإنسان ممكن يعمل حاجات مجنونة لما يبعد عن الإنجيل. الكتاب المقدس بيقول في رسالة روميا الإصحاح الأول من الآية 25 لحد 28 إن لما ربنا بيشوف إن في ناس مش عايزين يعرفوا الحقيقة وبيقرروا يعملوا اللي هم عايزينه، ربنا ببساطة بيسيبهم لميولهم وشهواتهم، وساعتها الأمور بتسوء أكتر. الناس بتفقد مشاعرها الطبيعية وبيبدأوا يعملوا حاجات غريبة جدا مرفوضة، زي في الحالة دي لما الأم بتفقد غريزة حماية براءة ابنها وبتبدأ تستغله علشان تكسب من وراء الخطيئة. يا إخواتي، ده شيء محزن جدا. وكمان علشان تكمل الصورة دي، هي كمان أعلنت إنها هتفتح كنيستها الخاصة، كنيسة الخطاة. ودلوقتي ركز معايا هنا، لأن هنا العدو بيبدأ يزرع اللخبطة. هي بتقول إن كنيستها هتكون مكان للناس اللي مش حاسين إنهم مقبولين في الكنائس التقليدية، وبتستخدم الكلام اللي بيقول إن مفيش حد بيحبهم، صح؟ هناك محدش هيحكم عليك. بس يا إخواتي، تعالوا نتكلم بصراحة هنا. كنيسة يسوع فعلا مكان للخطاة. يسوع ما جاش يدور على الأصحاء، هو جه يدور على المرضى. بس الكنيسة زي المستشفى، المريض بيدخل عشان يتعالج مش عشان يقتنع إنه مرضه عادي. واللي أندريسا بتقترحه هنا مش احتواء، ده تواطؤ. هي عايزة تخلق مكان الناس تحس فيه إنها روحية وفي نفس الوقت تفضل تمارس كل اللي الكتاب المقدس بيرفضه. بس الإنجيل من غير توبة هو إنجيل مزيف، لأن الكتاب المقدس بيقول إن من غير قداسة محدش هيشوف الرب. ونقطة تانية لازم نحللها هي إزاي هي ناوية تدفع مصاريف الكنيسة دي. هي قالت إن الفلوس هتيجي من شغلها في المحتوى للكبار، وإنها مش هتاخد عشور من حد. يعني هي شايفة إن تعبها في السوق ده ممكن يمول عمل ربنا. بس الكتاب المقدس واضح جدا في رأي الرب عن التقدمات اللي بتيجي من الفساد الأخلاقي. ربنا مش بيقبل أي فلوس على مذبحه. شوف بس كلمة ربنا بتقول إيه في سفر التثنية الإصحاح 23: ما تجيبوش لبيت الرب إلهكم مكسب عاهرة ولا تمن كلب علشان تدفعوا أي نذر، لأن الرب إلهكم بيكره الاتنين دول. يعني يا إخواتي، ما ينفعش تشتري رضا ربنا بفلوس مش نظيفة، وده اللي أنا بسميه إراحة الضمير. الشخص عارف إنه عايش في الغلط والضمير بيبدأ يوجعه، فبفكر أنا هروح أعمل حاجة كويسة، هفتح كنيسة.
هساعد الناس بالفلوس دي، وساعتها ربنا هيغفر لي. يا إخواتي، دي محاولة للتفاوض مع الخالق، بس ربنا مش عايز فلوسك لو ما كانش عنده قلبك وطاعتك. وهي كمان قالت إن الخطة إنها تفتح الكنيسة دي بعد 5 سنين، عشان دلوقتي هي عايزة تعيش حياتها. بس يا إخواتي، مين يضمن إنها هتعيش 5 سنين؟ هي نفسها الدليل إن الموت ما بينبهش لما يجي. والجملة اللي دايما بتقولها هي الجملة دي: بس ربنا عارف قلبي، هو مش هيحكم عليا. أيوة يا إخواتي، ربنا فعلا عارف القلوب، وعشان كده بالظبط هو بينبه في سفر إرميا الإصحاح 17 إن قلبنا هو أكبر عدو لينا، لأنه ممكن يضلنا. خد بالك إن قلبنا دايما بيدور على أعذار لكل حاجة، مش كده؟ هو بيقولك أنت تستاهل تكون سعيد، ربنا مش صارم قوي كده، كل الناس بتعمل كده، إيه المشكلة يعني؟ وساعتها قلبنا بيخلق لنفسه حقيقة معينة عشان ما نحسش بالذنب. ونيجي هنا نتكلم تاني عن أندرياسا أوراك. أنا عارف إنك من جواك حاسس بحزن لما تشوف حد أخد كتير من ربنا وبيتصرف بالطريقة دي، بس عارف إيه اللي بيحصل هنا؟ ده اللي الكتاب المقدس بيسميه الضمير المحروق، وده تحذير لكل الناس، حتى لينا إحنا كمان. عارف لما تشتغل كتير بأداة معينة وكف إيدك يتكون عليه جلد سميك لدرجة إنك ما بقيتش تحس بالألم لو لمست حاجة سخنة؟ بالظبط نفس الحاجة بتحصل في قلبك لو غلطت وإنت عارف إنك غلطان، بس بدل ما تتوب تلاقي لنفسك عذر، ضميرك كده بيبتدي يتكون عليه جلد، وبيجي وقت الشخص فيه يعمل حاجات غريبة جدا ولسه شايف نفسه صح. في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 مكتوب إن النور اللي هو يسوع جه للعالم، لكن الناس حبوا الظلم أكتر من النور، وفي الآخر كرهوا النور علشان أعمالهم شريرة ومش عايزينها تتكشف. يا إخواتي، للأسف في مؤمنين كتير خرجوا من الخطية بس لسه بيحبوا ثقافة بابل، وده الخطر الكبير. هم عايزين السماء بس لسه بيحبوا نظام العالم ده. يا إخواتي، إنجيل النعمة مش تصريح نعمل اللي احنا عايزينه. النعمة هي فضل الله اللي مش مستحقينه، وبتدينا القوة نكون اللي احنا مش قادرين نكونه لوحدنا. يسوع جه ودفع الثمن على الصليب وسفك دمه علشان احنا نتغفر لنا، بس مغفرة ربنا مش علشان نفضل في الوحل، هي علشان O caso da Andressa Urach تنبيه لكنيسة المسيح. ده دليل إن المعجزة مهما كانت قوية مش هتثبت حد لو مفيش قلب بيحب الطاعة أكتر من المتعة. ويسوع نفسه قال إن اللي بيحب ربنا بيحفظ وصاياه. فعايز أختم الفيديو ده بتحذير جدي جدا ليك أنت اللي بتسمعني. يمكن أنت مش بتفكر تفتح كنيسة بتقبل الخطيئة، بس يمكن أنت بتحاول تخلق لنفسك نسخة خاصة من ربنا جوه قلبك. يمكن أنت بتغذي الغلط وبتقول كده: ربنا فاهم، ربنا عارف قلبي. إخواتي خلي بالكم، ربنا مش بيتسخر منه، اللي الإنسان يزرعه هو اللي هيحصده. ولو موتت النهاردة، أنت متأكد روحك هتكون فين؟ هتقابل يسوع اللي في الكتاب المقدس اللي بيناديك لحياة القداسة، ولا هتقابل يسوع اللي انت اخترعته بس عشان يقبل خطاياك؟ ما تأجلش التوبة لكمان كام سنة، وقت الخلاص هو النهاردة. ربنا لسه فاتح دراعيه لأي حد بيتوب بجد، بس هو ما بيتهاونش مع الخطيئة. آمين. فيا رب يسوع يحفظ عقلك من أي خداع ويديك تمييز عشان ما تتبعش قواعد البشر، لكن تتبع كلمة ربنا النقية والمقدسة. آمين. لو عجبك الفيديو ده شاركه مع أصحابك واضغط إعجاب، ويلا نخلي ناس أكتر تعرف حقيقة الإنجيل. آمين. ربنا يباركك، هستناك في الفيديو الجاي. سلام كبير.